هذا أخ مصري يقول كانت عندي شقة قبل حوالي 10 سنين، يقول واحتجت أرممها. جبت لي مقاول ترميمات وشاف النواقص وشاف الأمور فحددنا المطلوب. قال لي محتاجين شحنة رمل تجيبها وتحطها تحت. يقول جبت الأغراض كلها وجبت شحنة الرمل والأمور. يقول توردت وأبي عمال الآن ينقلون هذا للشقة، شقة في الدور الثاني. كلمت أحد زملائي اللي مهتمين بالأمور دي، قلت يا فلان عندي شحنة رمل ودي أرقيها للشقة، ما تتعرف لي أحد؟ قال إيه عندي لك 2 على كيفك تسعفني فيهم. قال خلاص أنا أكلمهم لك يجونك. وراهم 2 كل واحد منهم أكبر من الثاني، أعمارهم في 60. واحد منهم مفتول والثاني يقول قصير وواضح عليه المرض والتعب. يقول ناظرتهم قلت أنتم اللي بترقون قال إيه بإذن الله. قلت توكلوا على الله يلا. يقول رحت غبت عنهم 4 ساعات 5 ساعات وجيت وراهم منجزين إنجاز قوي. وقفت أناظرهم ورا هذا المفتول هو اللي يشتغل الشغلة كلها، والثاني هذا ما غير يفتح الخياش والكيس ويعبي هذا ثم يشيل. شلون كذا الشغل على 2 والشغل كله على 1 في الحقيقة؟ هذا ما يسوي شيء. قلت يا أبو فلان ورا ما توقفون شوي تريحون، خل أجيب لكم عصير من المطعم الفلاني. ويقولوا أخذت هذا المفتول ورحت أنا وياه وأنا أمشي أنا وياه. قلت يا أخي بسألك سؤال. قالوا وش؟ الإجرة كيف وضعكم أنتم 2؟ قال نص بنص، مو بمنطق. أنت الشغل كله عليك وهذا ما يسوي شيء. قال لا والله إلا والله هذا كل شيء. قال شلون اشرح لي؟ قال أنا أشرح لك. أنا قبل سنوات أدور أحد عامل يشتغل معي. قل جاني ذا قال يا أبو فلان أنا قايم يقول لي إن عندك شغل وأنا والله العظيم ضعيف وفقير وحالتي حالة. قال يا أخي أشغلك معي بس أنت إيش بتزين أنت؟ قال أبد اللي يجي منك بركة. يقول قلت خلاص أبعطيك ثلث الغلة. يقول واتفقنا. يقول واشتغلنا. يقول ذاك اليوم أسولف لزوجتي وأقول لها عن وضعه وإن ما هو بيشتغل وإني أنا كل الشغل عليه. قالت إيش تبيبه مع السلامة. يقول جيته قلت والله يا أبو فلان ودي تشوف شغل عند غيري أنا والله ما عاد أقدر. يقول تركته. يقول قعدت لي 3 شهور أروح المواقف العمال. يقول رغم إني مفتول والناس يعرفوني يقول ما يجيني شغل، سبحان الله يصرف عني الناس. يقول واجي ذاك اليوم وصلي استخير، قلت يا رب دلني أنا وش جاني وش فيني. يقولوا يلهمني رب العالمين هذاك. يقول واروح له. يقول والله انه ما هو اللي محتاجني، والله اني انا اللي محتاجه. واطق عليه بيته ويطلع واسلم عليه واحب راسه. اقول طالبك طلبه تجي تشتغل معي. قال تم يا ابو فلان والله اني قاعد كل هالفتره ما لقيت شغل. قال وازيدك تراه نص بنص. يقول والله من يوم جاء معي وانا ماني بلحق على الشغل. شوف شغلك ذا تراه جايني وانا ما دورته، والله اني اروح والبركه معي.